تحية طيبة أحبة المشاهدين. اليوم قررت أن أعمل برنامج ينتقد كل الحالات السلبية اللي تحصل بالعراق وبالخصوص مع التواصل. اليوم اتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وظهر أمامي برنامج شريط أصفر للإعلام الرائع بلال الحسيني. بلال الحسيني اليوم حلقته يتفقد الفنادق في محافظة بغداد في منطقة البتاوين بالتحديد، وشفت بهاي الحلقة أشياء جدا عجيبة وغريبة. تعالوا ويانا خلينا نشوف شنو محتوى الحلقة. شنو المخالفة سيادة اللواء؟ المخالفة شوف انه هذا مكتب وهم مستخدمين لا شافونا احنا ولا ما شافونا، لا شاف اصلا ما شافنا. شو يشتغل؟ قاسم حداد نجار سيارة بالمعارض. مثل ما شفتوا أحبة المشاهدين، يقول احنا سيدي لا نشرب لا احنا قمة الشرف نصلي ونصوم، ولكن البطالة مشمرة على الميز والمزة ماكليها من بعدهم ما ماكليها. للأسف وصل بينا الحال إلى أسوأ حال في العراق. تعالوا ويانا خلينا نكمل المقاطع البطيئة. لا ايش تشربين؟ وين؟ لا وكريستال تعاطي غدا واحد. ايش قد شاربه ويسكي النوبه هاي القوطيه؟ تعال اي النوبه هاي القوطيه هاي تفضح الفيل. والويسكي هاي القوطيه البيضة؟ هاي ابسلوت ابسلوت قوطيه النوب. او شعار حق لك. بطل الشربين. انا ما بس. ها؟ صار وين بدك تشوف؟ شنو مكان خايس شنو قال معطل؟ ايش قد تشرب؟ تقول بطل، تقول بطل هم يا دوب يسدني، بطل ويسكي مو لا تخافي. بس بطل حمام. من يشتري لك اياه هذا؟ ام قوطيه؟ الحمام. من يشتري لك اياه هذا؟ وين بتروح تشرب؟ تتكمل وزع. وهنا هاي البنية مثل ما شفتوها تتحدى الخمارة وتقول أضرب بطل كامل وجه الرسالة. طرقاها على رؤوسنا طاحت. هنا البنية قاعدة بغرفة بالبتاوين وتضرب أبسلوت. إذا فوقها قال هاي القوطية شو يشربها؟ تبطح الفيل هاي القوطية. وفعلا جناها وين ما تروح تشرب مثل ما شفتوا حاطة بالحمام قوطية بالحمام الشربين. الله لحن طرقاعة سوداء. شوف فوق الكنتور حاطة قوطية جوا شرباية قوطية مثل لاج قوطية. اندهرتي شنو السالفة شو جرت؟ محترقة السفن؟ والله العظيم ما أدري يعني تضحك طرقاعة. خلينا نكمل وياكم الحلقة. جنابك هسه انت كل شيء ما تدري ولا تعرف ولا شايف، جاي تدري منين؟ جاي من الصومال. من الاخير اي كل شيء شايف وكل شيء انت هسه كل شيء تعرف يا ابو. اي ما تسوي روحك كل شيء ما تدري ولا تعرف. نوب لسانك يشطوله. هسه سياده برخصه سياده اللواء، هسه اخذ المستمسكات واخذ مستمسكاته. ترى انا راح اعلن بالشاشه راح اذكر اسم الفندق، اذا خارج ضابط تتحمل المسؤوليه من السياحه. انت مسؤول هنا. لا مو مسؤول انا عبد العماره انت الوكيل. انا حارس هنا. سياده اللواء في ظل عينك، هذا ليش ما يدري التوقيف؟ اذاعه بالتوقيف. اذاعه بالتوقيف اي والله. شيء صار لك يشطوله. التوقيف. شيء يلا دير بالك. كل التوقيف يلا. لسانك يشطوله. هذا بالع لولو بالع تلقاه شوف شنو هو. طبعا بهذا الفيديو احب اوجه تحيه حب واحترام الى الاستاذ والمقدم الرائع بلال الحسيني والى سياده اللواء. يعني التصرف وكانما يحشو وانما رئيس الوزراء بظهره ترخي على قولة الاستاذ بلال بالصومال، ولكن فوقك دعاره ولكنك شروب ولكن الشعيبه محترقه على قولتهم. وموقف سياده اللواء جدا حلو رائع من جره من ياخته. هاي الاشخاص يجب التعامل معهم باقصى العقوبات. الملكوت بالكريم رحيم. عرفت يا سيدي ذكرت انت نبي الله رحيم وبالناس رحيم. نبي الله رحيم. اهلا اهلا سياده النبي. عفوا اسف حتى اشير لموضوع مهم جدا. انا مرخصتكم قبل لا تاخذوا طال عمركم اذا تسمحوا لي. حضرتك نبي الله رحيم مثل ما تفضلت هو مكتوب عفوا الملكوت والكريم. سياده النبي اهلا وسهلا. ايش جابك بهاي الخانات حبيبي؟ ايه ما ادري عن مو انت نبي؟ شفت القذاره والوساخه؟ هنا ممارسه البغاء والمشروبات الكحوليه. رايح والله العظيم. ايها النبي الجليل. ما ادري بيه والله العظيم باشا. نعم اذا على كيفك ورا على كيفك تعامل على كيفك تعامل. وهنا
وصلنا للطامة الكبرى بهاي الحلقة اللي هو مدعي النبوة نبي الله رحيم قاعد بالبتاوين ويقول أنا قاعد بالبتاوين والله تعبد الله. زين هو اللي يتعبد الله يقعد بالبتاوين بنص الدعارة نص العركشية؟ انتهت علينا السالفة. نبي الله رحيم يقول أنا مؤمن أجي من الجامع أجي هنا للغرفة أتعبد الله يوقف الله يقول الله كلمني ومسوي له قرآن هاكبره ومديش كاتب لي الجبروت والكريم رحيم. نبي الله رحيم من أهل الناصرية من هالمال حمل جمال. انتهت علينا السالفة بالعراق وما نعرف الوضع شنو ماشي. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم محبتي من برنامج بالمرصاد. أحب أوجه تحية إلى الشرطة الاتحادية وإلى القوات الأمنية في العراق وإلى الأستاذ والمقدم الرائع بلال الحسيني. شكرا لكم على هذه الجهود المبذولة. أتمنى لكم التوفيق والنجاح في مسار عملكم. تقبلوا تحياتي الإعلامي حمزة العتاب. إلى اللقاء.